السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله يا جماعة هنتكلم عن حاجة مهمة دلوقتي. كنا زمان ما كناش بنعملها كده يعني، بس بفضل الله يعني لما يكون عندك خبرة جنب شوية علم انت تقدر تبحث عنهم في أي مجال، مش تربية الحمام بس يعني. احنا زمان كنا يعني الحمام كانت أمراض الحمام كانت قليلة، ما كانتش موجودة قوي زي يعني ما كانتش زي دلوقتي يعني. كنا بنعالجها بالطرق البدائية اللي هو مثلا محمد الثوم ومش عارف ايه والبصل، الحاجات دي كانت بتجيب نتيجة كويسة. بس دلوقتي يعني ممكن الأمراض نفسها تطورت يعني. ففي نقطة مهمة اللي أنا عايز أتكلم فيها النهاردة، وأنت بتخدم الحمام يعني. في حاجة إحنا كنا بنعملها زمان، فأنا حبيت أوضحها لكم في فيديو أنا اكتشفتها يعني يعني أنا كنت بعملها من فترة يعني. أنا كغاوي من زمان لما كنت مربي حمام زمان ما كنتش بعمل الموضوع ده. لما عملت نظام كده عملت سيستم كده بالنسبه من اول ما اخش الحمام لحد ما اخرج عنده، فاكتشفت حاجه فلازم ايه يعني اوضحها للناس يعني. احنا كلنا كغوايه او اي غاوي كان يجي يغير الميه للحمام وانت بتغير الميه للحمام. في مشكله يعني مشكله كبيره قوي يا جماعه. حبيت انبه ليها. ممكن تكون سبب لاسباب انتشار الامراض برضو يعني. احنا المسا حتى لو المسا مغسوله والمكالف والكلام ده كله، فاحنا بنقوم نيجي نعمل ايه بقى لما بنيجي نغير الميه للحمام؟ بص يا باشا، في المعتاد القديم يعني احنا كنا بنعمل ايه؟ انا عايز بس اوري لك في حاجه ثانيه الاول. الجردل ده اهو نضيف، انا جايب جردلين، جردل فيه الميه اهو اللي انا بغير بيه، وادي الجردل فاضي. احنا زمان كنا بنعمل ايه بقى؟ كنا بنجيب المكلف كده تمام، وهم معبيين من الجردل، نعبي ميه على طول من الجردل كده ونقوم حاطين، نفتح العين اللي وراها نعبي، نمسك المكلف ونقوم معبيين الميه وحاطين. دي مشكله كبيره قوي يا جماعه. هوريلك المشكله دي هتعمل ايه دلوقتي. انا مش هغير الجزء ده بس اللي هم 15 عين دول تمام. معلش الظروف عندي عامله صيانه، مروان بيحب يتعافى عليها شويه وهو بيفتح. اللي انا بقيت اعمله بقى من فتره برضه يعني الحمد لله، الجردل ده نضيف اهو تمام، ما فيهوش حاجه. بص يا باشا، انا بعد ما اخلص الميه للحمام هتشوف انت النتيجه. انا بعمل كده وافضي، اسقط الجردل وافضي اهو تمام، وبحط الميه كده. ده اللي انا بعمله دلوقتي تمام. الله يسامحك يا مروان. تمام، انا عندي بص المسق نظيفه اهي، مسق نظيفه يعني. بص حتى شكلها عامل ازاي ومن جوه نظيفه. بس انا هوري لك النتيجه بقى، هوري لك النتيجه في الاخر بيبقى شكلها عامل ازاي رغم ان المسق عندي والمكالف نظيفه. خد اشرب. انا معطش الحمام عشان كنت حاطط لهم فيتامينات بس تمام. هغير انا بس ال 15 عين دول بس قدامك دلوقتي. طبعا وانا بعبي الميه بص ايه صوابعي جوه اهي، بلف كده، بلف الطاجن كده بصوابعي واشطف وافضي ايه المسك. هنغير بس 15 عين وهوري لك النتيجه. رغم ان المسا عندي نضيفه يعني، المسا دي اللي انا بعمله ده بيتعمل فيها كل يوم، يوم الجمعة عندي بالنسبة للحمام عندي ده أجازة بقعدوا مع العيال وبقعدوا في الحمام. بقسم اليوم كده شوية نطلع كلنا، لأن اللي بيخدم الحمام ده مروان ويوسف ومروان وندى وحبيبة قاعدين هنا هما. ندى وحبيبة بس يقعدوا يلموا البيض، وندى تحسبوا بيض فراخ وتقول يلا ناكل بيض، تلخبط لي البيض بتاع الحمام على بعض. طبعا مش هغير المسا كلها طبعا. لما بتغير الحمام كله يعني هوري لك اللي هيحصل دلوقتي اللي انت هتشوفه.
بشطفها، يعني انا غسلتها دي انا فضيتها في الميه اللي انا فضيتها، شطفتها تمام. الميه اللي هي مش نظيفه اللي انا بفضيها، وبعد كده بشطف دي كمان اهو، بشطفها تاني واعبيها واحطها هوري لك انا النتيجه حالا. هو فاضل معانا عين واحده اهو. انا بص انا كده كنت معطش الحمام. بص المسقه نظيفه اصلا، نظيفه من جوه، نظيفه. هوري لك النتيجه بعد كده انا اكمل ايه بقيه الحمام. تعالى بقى بص قرب الفيديو كده يا باشا. شايف الميه بقى شكلها عامل ازاي؟ انا غيرت 15 عين. لو انا دلوقتي كنت بعمل زي زمان، يعني انا زمان كنت بجيب ايه؟ اجيب المكلف، المسقه اهي، اقوم معبي كده. طبعا انا كنت بعبي من الميه النظيفه دي اللي هي دي. انا كنت بقى يعني ايه، اي غاوي كان يخش يقوم ايه ماسك المكلف معبي وحاطط فاتح دي اهي مثلا، يقوم واخد كده تمام، يقوم داري الميه دي كده ويقوم معبي وحاطط للحمام. بص الميه بيبقى شكلها عامل ازاي. لكن الطريقه السليمه وانت بتغير الميه للحمام، جردل فاضي تمام، وجردل اللي انت بتعبي منه الميه اهو تمام اهو، بقوم شاطف دي كده اهو تمام، اقوم معبي وحاطط للحمام تمام. ودي نفس النظام اهو، شاطفها ومعبيها ميه وحطيتها للحمام. انا يا جماعه المسا عندي نظيفه. بص يعني بص شوف اهي، المسا عندي اصلا نظيفه، يعني عشان ما تبقاش وسخه. لا بص انا مفضي حتى منها، بص اهي، يعني انا فضيت منها الميه لسه فضيت الميه، بس المسا عندي نظيفه اهي. لكن رغم ان المسا نظيفه، شوف شكل الميه بقى عامل ازاي. شوف شكل الميه بقى عامل ازاي رغم ان المسا عندي نظيفه بتتغسل كل اسبوع بالكلور. شوف شكل الميه بقى عامل ازاي. فدي حاجه برضو تخلوا بالكم منها وانت بتغير الميه للحمام. طبعا ده الناس اللي هي ايه يعني زي حالتي كده بيستخدموا الايه المسا دي. في مسا اوتوماتيك دلوقتي بتبقى افضل، يعني اللي كل واحد برضو حسب امكانياته. فالحمد لله يعني بفضل الله عندنا دي امكانياتي انا، يعني امكانياتي المتاحه بالنسبه لي يعني. فدي نقطه حبيت اوضحها للناس. وانت بتغير الميه للحمام، ما تمسكش المسقه وتقوم معبي والجردل نضيف وتعبي وتقعد تعمل زي ما انا وريتك كده. دي اسلم طريقه وانت هتشوف الفرق. يعني انا لو كنت استخدمت الطريقه الاولانيه، بس انا عشان لسه همسق لبيت الحمام فمش عايز ايه اوسخ الميه. دي نقطه. في الاستاذ حسين تقريبا من الجزائر كان بيسالني، بيقول لي الحمام عنده انتايه واحده كده، عنده انتايه فيها نفس المشكله اللي عندي دي يا جماعه. الحمامه من هنا هي دي مش حصوايه، حاجه طريه كده، يعني ايه، لا هي حصوايه ولا هي الحمامه مقونصه. في حاجه هنا يعني بيقول لي هو على تعليقه، بس انا مش فاهم برضو بالظبط. يعني بيقول في هنا حاجه مكان المخرج بتاع الحمام وهو فاصل النوتي عن الذكوره، في حاجه هنا طريه مكلكعه تمام. بص يا باشا، الحمامه لو كانت راقده عامه الجزء ده بيبقى موجود. طب لو الحمامه مش راقده والجزء موجود، ده بتبقى حاجه من الاثنين. يا اما الحمامه نفسها في حاجه في المعده بتاعتها فمجمعه. دي بعيد يا جماعه عن المخرج، بعيد عن العنقود بتاع البيض، او ايه يعني بعيد عن يعني احنا كنا اتكلمنا في حلقه في كيف تربح اموال من تربيه الحمام، كنا بنتكلم على المبيض. دي بعيده عن المبيض تمام. فدي ايه بالنسبه لي انا بعمل فيها ايه؟ عندي حالتين. الحاله الاولانيه يعني عندي طريقتين لعلاج الحمامه دي. في علاج اسمه دواء اسمه اوكربون برشام، هو هتلاقيه بحوالي 5 جنيه حب، يعني هو الشريط ب 5 جنيه تقريبا. يعني ما اعرفش بقى اسعاره ايه دلوقتي، انتوا فاهمين الاسعار كل شويه مش ثابته دلوقتي. بديها حبايه كويس. الاوكربون دون ايه بيعمل ايه يعني بيطلع كل الحاجات دي،
بص تلاقي الحمامه اتظبط. انا ما اعرفش التركيبه الكيماويه بتاعته، بس في واحد كان نصحني بيه من زمان يعني، فانا جربته في كذا حاله نفس الموضوع ده ونجحت. لكن انا ما قريتش البروشور بتاع الدواء بتاع العلاج، فهقراه واكتب لك برضو الحاجات بتاعته على تعليق. او ممكن تكون الحمامه هتقونص، تمام، فما تديش مضاد حيوي وخلاص. يعني اخطر مشكله تقابل اخطر مشكله الناس كلها بتعملها ان انت اي حمام في حاجه تقوم مديها مضاد حيوي. ما تديش مضاد حيوي. انا بكره المضاد الحيوي، يعني اكتر حاجه بكرهها في تربيه الحمام المضاد الحيوي. قبل ما ادي المضاد الحيوي لازم ادي رافع مناعه. بعد ما ادي رافع مناعه بدي المضاد الحيوي اي حسب الحاله. يعني التنفسي ليه مضاد حيوي لوحده، ده ممكن مثلا يكون يعني في مضاد حيوي للجروح في كده. فالمضادات الحيويه متخصصه، مش اي مضاد حيوي تيجي تقوم تديه للحمام. شوف الحاله اللي موجوده عندك وتديها المضاد الحيوي المناسب ليها، بس ما تديش المضاد الحيوي الا اذا اديت رافع مناعه. دي اهم حاجه يا جماعه، لان هو مضاد حيوي ضد الحياه. انا ما بحبش المضادات الحيويه بالنسبه لحماتي. ممكن تدي سيلينيوم، تدي كالسيوم، تدي فيتامينات، تدي املاح معدنيه، تدي اي حاجه تفيد الحمامه احسن ما تديها مضاد حيوي على طول. فده كان كلامنا النهارده. وانت بتغير الميه للحمام، بتغير المسا للحمام، تاخد بالك من النقطه دي. الحمام محتاج نظافه عامه. النظافه دي حاجه، النظافه من الايمان. اما الموضوع ده يعني انا بقالي مثلا حوالي بتاع 8 سنين او اكثر من 8 سنين انا بغير الميه للحمام بالطريقه دي. بس كان في واحد كلمني الحمام كان عنده تعبان، فانا رحت له يعني. انا ما عنديش خبره قوي بالعلاجات يعني، بس هو عشان صاحبي، فقلت له خلاص ماشي يا عم نبص على الدنيا كده، هاجي لك نبص على الدنيا فين. فقال لي طب تعالى قبل ما نكلف بقى. رحت له قبل ما يكلف ببص لقيته بغير الميه بالاسلوب اللي انا كنت بعمله مثلا من 20 سنه او اكتر من 20 سنه. كان جايب الميه ومغير وبتاع. قلت له بس خليك زي ما انت كده تمام، وهات لي جدول فاضي وانا هوريك انت عيت الحمام بتاعك ازاي. وشرحت له نفس البتاع ده. هو رجعني زمان الفيديو ده، يعني ممكن نحطه في اسباب امراض الحمام، بس ما كانتش في دماغي يعني النقطه دي. وريته برضو ان هو كان بيمرض الحمام بتاعه بايديه بسبب ان هو بيغير الميه للحمام بطريقه غلط يعني. هي مش طريقه غلط، احنا كنا بنعمل كده زمان، بس دي حاجه انا اتعلمتها يعني بفضل الله، وان شاء الله الناس كلها تستفاد بيها. وده كان الحلقه بقى يعني لسه ما طلعش عنوان يعني. اخوكم محمد صلاح، قناه وقت الحمام المصري، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. تعالى يا حبيبي. ده كان في حد سالني، معلش انا اسف قبل ما اختم الحلقه. تعالى يا نور. بيقول لي عايز يظبط المواعيد، يعني ينفع يخلي المواعيد بتاعت الحمام يظبط بين الشغل وبين الاكل بتاع الحمام او خدمته للحمام. الموضوع ده انا هخليه في حلقه لوحده يا جماعه، لان مش انا لوحدي بس باخد الحمام، ما اكتبش عليكم. انا بطلع كده زي مشرف يعني مش قوي يعني، بس ايه مروان انا مثلا اطلع الصبح، مروان بيطلع يعمل حاجه، والدته بتطلع تعمل حاجه، اخر النهار عملتوا ايه، عملنا كذا، بطلع انا ابص على الحمام ونشوف الدنيا فيها ايه. المجتمع ككل يعني احنا كل واحد ليه دور بيعمله، ودي نعمه من عند ربنا سبحانه وتعالى عطاها لي. الحمد لله اسرتي متعاونه معايا يعني، هم بيحبوا الحمام يعني، فالحمد لله رب العالمين. بشكر ربنا سبحانه وتعالى كل نعمه عطاها لي، وانا نسيت اشكره او احمد فضله عليها. في ندى تلم البيض يعني كذا مره تلم البيض وتقوم حطاه. اكون انا في الحمام السلاكه اللي بره دي يا جماعه بعمل حاجه انا ووالدتها ولا حاجه، تلاقيها لما البيض ويلا يا بابا عشان ننزل ناكل البيض، لم لي شويه بيض كده، طب دي بتاعت ايه، وتلخبط لي الدنيا كلها في بعضها. ندى الشقيه وحبيبه، وطبعا مروان انتوا عارفينه. اسالكم صالح الدعاء. اخوكم محمد صلاح، قناه وقت الحمام المصري. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.